السلام عليكم، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بتمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم كسكسو بالتفاية وكذلك بالقرعة معسلة اللي فعلا كيجي لذيذ في المذاق ديالو. كذلك راه ماشي صعب، سهل في التحضير ديالو. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وينال الاعجاب ديالكم، فخليكم معي الى اخر الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة لهنايا غادي ندوز باش غادي ندير الشرموله للدجاج ديالي. هنايا خديت ملعقه كبيره من الكركم، كذلك سكينجبير وشويه ديال التحميره والبزار، وغادي نعمل واحد الملعقه ونص ديال القزبر اللي كنحضروها بهذه الطريقه هذه. غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الطريقه ديالها. كذلك هنايا ضفت واحد شويه ديال زيت زيتون مع زيت نباتيه وواحد المعلقه ديال الزبده. يمكن لكم تعملوا السمن الحار او الزبده، انا فضلت هنا فقط الزبده. صافي، وهنايا كنبدا نخلط هكذا الشرموله ديالي مزيان. بالنسبه لهنايا الدجاج خديت غير هذا اللي كيكون هكذا صغير، يعني يلاه 800 غرام في كل وحده. كيف ما كتلاحظوا معايا كندخل الشرموله مزيان هكذا، كنشرمل الدجاج ديالي باش يكون كله يعني متلبس بهذيك الشرموله. فكيف ما كتلاحظوا معايا كنشرمل مزيان هكذايا، يعني صدر، وكنحيد هذيك الجلده هكذا وكندخل الشرموله مزيان ما بين الجلده والصدر. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنشرمل الدجاج ديالي كامل ورجع معكم. صافي، هنايا من بعد ما شرمل الدجاج ديالي دابا غادي ندوز معكم لطريقه التحضير. فبالنسبه لهنايا خديت واحد الطنجره اللي غادي نعمل فيها البصله هكذا اللي شللتها على حسب واحد جوج بصلات هكذا كبار. غادي نضيف كذلك هنايا الدجاج من بعد ما شرملته كيف ما لاحظتوا معايا في الاول، وعقدت له هكذا دوك الرجيلات ديالو. غادي نحطو هكا في الطنجره وغادي نضيف هذيك الشرموله اللي تبقات لي من بعد ما شرملت الدجاج. فكيف ما قلت لكم هنا الدجاج راه عندي غير صغير، يعني الحجم ديالو 800 غرام في كل وحده هكذا. وهنايا وضعتهم على نار اللي هي مهيله. بالنسبه لهنايا الخضره اللي غنحتاج، عندي هنايا الزروديه اللي قطعتها هكذا او خيزو. كذلك هنايا عندي شويه ديال الحمص اللي عندي مرقد ديجا. وكذلك بالنسبه للقرعه الحمراء هكذا اللي نقيتها قلعت ليها كاع القشره. وهنايا ندوزو لطريقه التحضير. فبالنسبه لهنايا خديت واحد الطنجره اللي وضعت فيها شويه ديال البصله اللي مشلده، كذلك الزروديه، غادي نضيف عليها الحمص وغادي نخليها هكذا على جنب. بالنسبه للدجاج كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا خليت له فقط هذيك البصله هي اللي تلقات داك الماء، من بعد عاد ضفت ليهم الماء اللي عندي هنايا مغلي وغادي نخليه يطيب على خاطرو. هنا من بعد ما غلا شويه غادي نضيف ليه شويه ديال زيت الزيتون مع زيت نباتيه. بالنسبه للطنجره هنايا اللي عملنا فيها الحمص وكذلك الزروديه اي خيزو او الجزر، كيف ما كتلاحظوا معايا ضفت ليها شويه من المرق ديال الدجاج، وكذلك كنضيف ليها شويه ديال التوابل، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكركم، شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره، وكذلك ملعقه من القزبر والمعدنوس اللي عندي موجده بهذه الطريقه هذه، وكذلك شويه ديال الملحه. وغادي نخلط هاد المكونات كيف ما كتلاحظوا معايا ونخلي الخضره ديالي تطيب على خاطرها على نار مهيله. والان غادي نمر معكم للطريقه ديال التحضير ديال القرعه. هنايا بالنسبه للقرعه اللي قطعتها هكذا على هذا الشكل هكذا، غادي نوضعها في هذا الكاسرول وغادي نضيف ليها الماء كيف ما غادي تلاحظوا معايا، وغادي نضيف ليها واحد العويد ديال القرفه وغادي نخليها كتسلق. هنا ضفت لها شويه ديال الملحه وخليتها كتسلق. صافي، هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نضيف شويه ديال المرق الخضيره ديالنا ونخليها طيب مزيان على خاطرها. وندوز دابا باش غادي نحضر معكم الكسكسو. وبالنسبه لهنايا كيف ما غادي تلاحظوا معايا غادي نعبر بالكاس ديال العنبه. هنايا على حسب افراد ديال العائله، كل فرد كنعبروا ليه بكاس واحد، يعني كل شخص كاس واحد. يعني كانوا 5 ديال الاشخاص غادي نعملوا 5 ديال الكيسان. فهكذا يعني ما كيضيعناش كسكسو كتير كيف ما غادي تلاحظوا معايا. فبزاف منا يعني ما كيعرفش يدير عينو وميزانو، سيرتو المبتدئات كما نقولوا دائما كيكونوا كيعملوا يعني كميه اللي هي كثيره. فاعتمدوا هذه الطريقه هذه، ففعلا يعني طريقه اللي هي ناجحه. فبالنسبه لهنايا غادي نوضع شويه ديال زيت الزيتون مع زيت نباتيه. بالنسبه لهنا كذلك غادي نضيف شويه ديال الملحه، انا كنعملها هكذا في الاول. وغادي نتبل او نبسس عفوا الكسكسو ديالي مزيان بهذيك الزيت كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا.
وكذلك هنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا من بعد ما بسست مزيان الكسكسو ديالي بالزيت، هنا كنضيف ليه الماء اللي هو مغلي كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنحرك بالملعقه لانه الماء هنايا سخون بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا فهاد الطريقه هذه كتساعد يعني الكسكسو ديالكم راه في الساعه كيتفور، يعني ما كيحتاجش للتفويره الثالثه، كتقدروا تعملوا ليه غير جوج ديال التفويرات كيكون يعني واجد. هاد الطريقه هذه بحال اللي راكم عملتوا لي ديجا واحد التفويره. وهنايا من بعد ما برد عندي شويه كنحاول انني نحلو هكذا مزيان باليد ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا في لا فيديو. وهنايا من بعد ما خليته ارتاح كيف ما لاحظتوا معايا بحال ما شاء الله عملت ليه تفويره وحده غير بالماء. وهنايا كذلك غادي نضيف ليه شويه ديال الماء اللي عندي كذلك مغلي، وغادي نرجع نحرك كيف ما كتلاحظوا معايا هكذا بالملعقه، وغادي نحرك كذلك باليدين ديالي من بعد ما غادي نحس به شويه برد، وعاد غادي نعملو في الكسكاس يتفور. فعلا هاد الطريقه يعني كتسهل عليكم يعني باش الكسكسو ديالكم توجدوه بسهوله يعني وبطريقه اسهل. وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نعمر الكسكسو ديالي في الكسكاس ونخليه يتفور. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما تفور عندنا الكسكسو ديالنا غادي نوضعوه هكذا في القصعه ديالنا ونرجع نحلو مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نستعين هنايا فقط بالملعقه اول شيء، ومن بعد عاد غادي نعمل بيديا، ومن بعد غادي نزيد نحلو مزيان هكذايا كيف ما كتلاحظوا معايا باليدين ديالي غير بشويه ديال الماء بارد، وغادي نرجعو نخليه يتفور مره اخرى ان شاء الله. صافي بالنسبه للدجاج هنايا راه ما شاء الله عندي طاب، غادي نحيدو. وهنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا هذيك المرق الاول غادي نضيفو على المرق الثاني، اي المرق اللي طاب فيه الدجاج كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. والان غادي ندوز باش غادي نحضر معكم التفايه. كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنايا البصله اللي شلتها هكذايا على شكل هلالات، غادي نوضعها على نار اللي هي مهيله، ما ضفت ليها حتى شي حاجه، خليتها هكذا حتى بدات كدبل شويه. عاد غادي نضيف ليها التوابل. بالنسبه للتوابل هنايا ضفت شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكركم، كذلك شويه ديال القرفه كيف ما كتلاحظوا معايا، وشويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال الملحه كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نحرك هاد المكونات. هنايا غادي نضيف على حساب واحد الملعقه كبيره ديال الزبده، وشويه ديال زيت الزيتون مع زيت نباتي على حساب واحد الملعقه كبيره هكذا ونص. وغادي نخلط هاد المكونات ونخلي البصله ديالي حتى كتدبال عندي تماما. راه ما غادي نضيف ليها لا ما لا حتى شي حاجه، غير داك الماء ديال البصله هو النيت غادي يطلق. فكنعملها على نار اللي هي مهيله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما دبالت عندي البصله مزيان، هنايا غادي نضيف هنايا شويه ديال الزبيب، وغادي نضيف شويه ديال السكر. السكر هنا كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم، يعني شحال تضيفوا الكميه. وصافي كيف ما كتلاحظوا معايا راه زادت لقات هذاك المرق ديالها. غادي نخليها هكذا على نار مهيله حتى كتعسل عندي وتصير واجده. فانا كيف ما كتلاحظوا معايا راه وجدات عندنا التفايه ديالنا، فغادي نخليها تزيد تشرب مزيان، وغادي ندوز باش غادي نحضر معكم ان شاء الله القرعه معسله. بالنسبه هنايا للقرعه معسله كيف ما غادي تلاحظوا معايا من بعد ما سلقتها غادي ناخذ هنايا هاد الملعقه باش غادي نربزها مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. يمكن لكم كذلك تستعونوا فقط بواحد الفرشات وتعملوها هكذا، يعني تربزوها مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. فهنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نضيف شويه ديال القرفه، ضفت على كذلك واحد الملعقه ديال الزبده، وغادي نضيف هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا على حساب واحد جوج معالق كبار صغيورين عفوا ديال الماء زهر. وغادي نحرك هاد المكونات هكذايا ونخليها حتى كتزيد تعسل عندنا القرعه ديالنا، يعني حتى كيتغير اللون ديالها كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنايا ان شاء الله في لا فيديو. وهنايا من بعد غادي نضيف ليها على حساب واحد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، يمكن لكم تضيفوا اقل او اكثر يعني على حسب. هنايا عندنا القرعه ديجا كتكون حلوه فضفت فقط جوج معالق كبار. وكيف ما كتلاحظوا معايا حتى هي راه كتطلق هذاك الماء ديالها، فكنستمر هكذا بالتحريك ديالها بواحد الملعقه خشبيه حتى كتولي عندنا واجده. بالنسبه هنايا للدجاج كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا خديت شويه ديال الزبده ذوبتها مع شويه ديال العسل، هي اللي غادي ندهن بها الدجاج ديالي، فكتعطي واحد التحميره زوينه للدجاج، وفي نفس الوقت يعني كيجي بنين وكيجي حتى هو يعني متناسق مع هذا الكسكسو هذا ديال التفايه والقرعه معسله.
هنايا من بعد ما غادي ندهنو مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي ندخلهم للفران نخليهم حتى كيرجع اللون ديالهم الذهب، يعني يتحمروا، وعاد غادي نخرجهم ان شاء الله. وبالنسبه للقرعه هنايا المعسله ديالنا راها حتى هي وجدات. دابا غادي ندوز معكم لطريقه التقديم. فالان غادي نشارك معكم كذلك طريقتي في تقديم هذا الكسكسو هذا. فعلا يعني كيف ما قلت لكم في الاول راه جا لذيذ بزاف، وحتى الضياف ديالي يعني عجبهم. فنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. الا عجبكم ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه، كذلك باللايكات ديالكم الزوينه. ونخليكم الان مع طريقه التقديم ديال هذا الكسكسو هذا. فبالنسبه لهنايا زينت بالبيض ديال السمان كيف ما كتلاحظوا معايا. عملت ليه شويه من الاوراق ديال الذهب كيف ما كتلاحظوا معايا هكذا الفوق، وزينت به بهذا الشكل هذا. وهذا هو الطبق ديالنا اللي حضرته معكم ديال الكسكسو بالتفايه، كذلك بالقرعه معسله. فعلا واحد المذاق رائع، واحد التناغم يعني ما بين هاد الحلاوه والملوحيه اللي ما شاء الله معروفه عندنا حنايا المغاربه، كنحضروها يعني ببعض الاطباق ديالنا اللي معروفه. وهنا كذلك زينت بشويه ديال الورد. يعني التقديم دائما كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا اللي حضرته معكم بالقرعه معسله كذلك بالتفايه. كيف ما كتلاحظوا معايا التزيين كان بهذا الشكل هذا. كيبقى دائما التزيين ديال الطبق ديالكم على حسب الرغبه ديالكم. انا فقط هنا كنحب انني نشارك معكم الطبق ديالي من الاول للاخير. هنا زينت كيف ما كتلاحظوا معايا بشويه ديال البيض السمان اللي عملت ليه شويه ديال الاوراق ديال الذهب عفوا، كذلك بشويه ديال الورد. وهذا هو الشكل ديالنا ديال الطبق ديالنا نتاع الكسكسو. كذلك ضروري ما يكون كسكسو حاضر معاه الكؤوس ديال اللبن كيف ما معروف. فنتمنى لا فيديو ديال اليوم نلقاكم في احسن الاحوال وينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايكات ديالكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه. في فيديو اخر ان شاء الله.